واخا بعيد علينا آلاف الكيلومترات، نيبال هاد الأيام ولات فوق بركان. في نهار واحد بلد صغير وهادئ تبدل المسرح ديال الفوضى والدم. القصة بدات من قرار بسيط في العين ديال الحكومة: منع مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب، كله تسد. قالوا ما تسجلوش عنا، إذن ما غاديش تخدموا عنا. ولكن الشباب ديال الجيل الجديد ما بقاش ساكت، خرجوا للزنقة كيصيحوا: بغينا الحرية، بغينا صوتنا يوصل، بغينا العدالة. البدايات كانت سلمية، ولكن مع تدخل الشرطة بالهروات والرصاص تحولت الساحات لحرب حقيقية. الدخان، الحريق، الدم والصرخات ديال الناس عمت الشوارع. الأعداد كتكبر، عشرات القتلى، مئات الجرحى، وحتى البرلمان تهاجم. مباني حكومية تحرقات، السجون تفتحت، وتخيل معايا أكثر من 12,000 سجين هربوا وسط هاد الفوضى. العالم كامل ولا كيسول: واش نيبال غادي تنهار؟ واش الحكومة غادي تبقى صامدة؟ ولكن المفاجأة الكبيرة، رئيس الوزراء استسلم وقدم الاستقالة. الحكومة رفعت الحظر على السوشيال ميديا، ولكن بعد فوات الأوان. الجرح بقى غائر، والمستقبل ديال نيبال غامض. الخاتمة: هادشي اللي وقع في نيبال كيعلمنا أن جيل جديد كامل يقدر يبدل موازين القوة غير بصوته وبالهاتف ديالو، ولكن الثمن كان غالي بزاف بزاف.